أكشن يا أبطال، يلا بينا. بتبدأ القصة بشخص غلبان الدنيا دايسة على وشه لدرجة إنه بينام من غير عشاء علشان يوفر فلوس. اسمه فرناندو، كان مدرب كاراتيه على قد حاله ومرتبه قليلة جدا، وده لأن الناس اللي عنده لما بيدخلوا بطولة بياكلوا علقة ويطلعوا المركز الأخير. أثناء ما كان مروح بيته بيولع سيجارة علشان ينفخ في أحزانه، فتيجي عربية تغرقه هو وأحزانه والسيجارة بيحدفها، وطيار المية بياخدها في سكته، وصاحبنا ماشي عينه على السيجارة لحد ما بيلاقيها نزت بالبلاعة، والبلاعة دي كانت قدام أكبر بنك في المدينة. في اللحظة دي الشيطان بدأ يلعب في دماغه وجات له فكرة جامدة. بيفضل ماشي وكل كام متر بيقابله غطا بلاعة، وبيفهم إن في نفق مجاري تحت الأرض، فبينزل يشوف أنفاق المجاري ماشية إزاي تحت الأرض. تفتكروا شيطانه موديه فين وناوي يعمل إيه بالظبط؟ صحيح، ما تنسوش إن القصة دي حقيقية، حصلت 2006 في الأرجنتين، يعني داخلة في 20 سنة. تاني يوم بيقابل صاحبه سيبستيان وبيحكي له اللي عايز يعمله، وهو إنه يحفر في الأنفاق ويوصل للبنك ويسرقه. سيبستيان قال له غريبة، يعني عمرك ما سرقت قبل كده، وأنا كمان مش حرامي، يعني يوم هسرق بنك. فقال له اهدى يا بطل، وطي صوتك، انت عندك ابن ولازم تهتم بمستقبله. سيبستيان قال له ايوه، بس الموضوع مش زي ما انت فاهم، محتاجين عربية وأدوات وأسلحة، من الآخر محتاجين فلوس، والعملية ناشفة زي ما انت فاهم. فبيقول له ما تقلقش، سيب الموضوع ده عليا. بيقابل صديقه ديبا في الكنيسة وبيحكي له عن العملية، بيقول له محتاج فلوس، وبعد ما العملية تتم هرجع لك المبلغ أضعافه. ديبا قال له منين يا حبيبي، أنا تبت يا ابني وبقيت من البيت للكنيسة ومن الكنيسة للبيت. فرناندو قال له قلبها في دماغك، في خلال 10 دقايق هتبقى مليونير، وعايزك كمان تدلنا على حد ذكي في السرقة علشان نحط خطة محكمة. بيقول له هديك عنوان عمك ماريو، حرامي ابن حلال، بعد كل عملية سرقة بيطلع جزء لله علشان ربنا يبارك له. في نص الليل بننتقل لماريو وبنشوفه بيطلع على مكتب محاماة، وبعدين بيتسلق زي القرد ويدخل المكتب من الشباك. بيفضل ماشي بهدوء لحد ما بيوصل للخزنة، بيطلع عدته وبيفتحها بسهولة، بيقشطها كلها، وبعد ما خد اللي فيها النصيب بيرجع كل حاجة زي ما كانت. المشكلة انه بيسمع صوت عاملة نظافة قدام الباب، ولازم يطلع من الباب ده علشان يوصل للشباك اللي في الأوضة المقابلة. فبيشغل دماغه ويمسك دوسيه ويعمل كأنه اتفاجئ بيها. فبتقول له انت مين وبتعمل هنا؟ بيقول لها اهدي يا بنتي، ايه ده انا موظف جديد وبجهز اوراق لان عندنا قضية مهمة بكرة. بتسيبه وتكمل شغلها، وهو بينتهز الفرصة وبيخلع. اثناء ما كان ماشي بنشوف عربية بتراقبه، ونكتشف انه فرناندو هو اللي ماشي وراه. فجأة ماريو بيكسر الزجاج ويقول له عايز مني ايه؟ فيقول له جايلك في مصلحة، اتقابلنا يوم التلات بعد صلاة الجمعة في محل الايس كريم. قال له ماله حبيبي، نتقابل. وفعلا بيتقابلوا. فرناندو بيقول له انا معجب بيك وبدماغك وجايلك في مصلحة، عايزين نسرق بنك. كلام جميل قوي. ماريو قال انا من ايدك دي لا ايدك دي. بالليل بيتجهوا لمكان البنك، بيقف فرناندو قدام البنك وبينزل شريط في البلاعة اللي قدام البنك، وبعدين بيدخلوا المجاري سوا لحد ما بيوصلوا للشريط، وبالتالي بيحددوا مكان البنك من تحت. بيقولوا لبعض يا 13 متر بس تفصلنا عن الملايين. اتفقوا انهم يحفروا نفق يوصلهم لخزنة البنك. ماريو قال ايوه، بس الحفر هياخد ايام، ولو حصل مطر فجأة هنغرق كلنا. فرناندو قال له ما تقلقش، هنتابع الطقس قبل ما نبدأ شغل. بعد كده ماريو بيسيبه ويمر على بنته لانه كان عازمها على الغدا لكنه اتأخر. فبتقول له انت جاي بعد قد ايه؟ انا مستنياك من 3 ساعات. بيقول لها غصب عني يا بنتي، كنت في مشوار مهم. بنلاحظ ان علاقته ببنته مش احسن حاجة، وكل ما بيحاول يصلحها بتحصل مشكلة. بتسيبه وتقول له انا داخله انام. بيدخل وراها لكنها بتدخل اوضتها وتقول له اقفل الباب وانت ماشي. بعد كده ماريو وديبا بيتجمعوا عند فرناندو علشان يجهزوا خطة مبدئية. بيتفقوا انهم هيعملوا نفق من المجاري لخزنة البنك. ماريو قال بس في مشكلة، الخزنة فيها جهاز استشعار حركة، ولو الجهاز حس بينا الانذار هيشتغل. فرناندو قال له ما تقلقش، انا اشتريت جهاز مخصوص علشان اكتشف اي حركة، واكتشفت انه مش بيتعرف على الحركة، بالعكس بيتعرف على اختلاف درجات الحرارة، وقدرت احل المشكلة دي. ماريو بص لديبا وقال له مش مطمن للواد ده. فرناندو بيدخل عليهم بالبدلة اللي صنعها، بيقول إنها بتعزل الحرارة، وبالتالي الجهاز مش هيحس بيهم والإنذار مش هيشتغل.
تاني يوم بيوصل البنك ومعاه كاميرا، وسيبستيان برضو كان في البنك بس عاملين كأنهم ما يعرفوش بعض. بدأ يصور أماكن الدخول والخروج وكل التفاصيل اللي هيحتاجها. بيحس بقلق ويخبي الكاميرا، ولسه هيمشي الأمن قفشه. بيخاف وبيقول له هو في إيه يا باشا؟ فرناندو قال له تعالى معايا يا حبيبي وأنا أقول لك في إيه. بيحدوه للبدروم تحت البنك علشان يحققوا معاه، وبنكتشف إنه ده من ضمن الخطة علشان ينزل يشوف مكان الخزنة. الأمن بيفتش الكاميرا ومش بيلاقي عليها حاجة، وبنتفاجئ إنه الصايع شايل الميموري من الكاميرا قبل ما تتفتش. بعد كده بيتجمعوا كلهم وفرناندو رسم خريطة لشكل البنك باستخدام الفيديو. بيقول لهم معلومات عن أماكن الدخول والخروج وعدد الأمن الموجود في البنك، بس كان في معلومات كتيرة ناقصة زي اتجاه الحفر من المجاري لمكان الخزنة. تاني يوم الأربع بينزلوا المجاري ومعاهم المعدات وبيبدأوا يحفروا، بس الموضوع كان صعب عليهم وبيتأكدوا إنهم محتاجين عدد أكبر، فبيضموا معاهم شخص اسمه ألبرتو. بيقعدوا يتناقشوا ويشوفوا ازاي هيفتحوا صناديق الودائع اللي في الخزنة. ماريو قال لهم لازم أشوف الصناديق دي بعيني علشان أفهم هتتفتح ازاي وأشوف درجة صلابتها. فبيشغل دماغه ويروح يفتح حساب في بنك تاني. هناك بيشوف شكل الصناديق ونوعها. بعد كده بيرجعوا يكملوا الحفر في اتجاه مكان الخزنة. تاني يوم بيضموا سائق ليهم اسمه يوان، وكان أمان. مهمته إنه هيستنى في العربية لما يسرقوا وبعدين يطلع بيهم. أثناء ما كانوا متجمعين كلهم في العربية ومستنيين ألبرتو، بيجي ظابط ويقول انتوا واقفين كده ليه؟ هاتوا بطايقكم. ومن حسن الحظ بيجي ألبرتو وزوجته ويقول للظابط إنهم أصحابه وكانوا مستنيينه، ويقدر بذكاء يطلعهم من الموقف. بعدها ماريو وفرناندو قالوا له ازاي تجيب مراتك معاك؟ فقال لهم ما تقلقوش، مراتي بتموت فيا ومستحيل تطلع اي كلمة بره. بعد كده بيروحوا يكملوا الحفر، وكانوا خلاص قربوا يوصلوا لمكان الخزنة، والمشكلة كان في جهاز غالي بيعطلهم. ماريو قال له أنا مش هدفع فلوس وأشتري جهاز تاني غير لما أعرف هندخل الخزنة إزاي بدون ما الحكومة تمسكني. فرناندو بتجيله خطة عبقرية. بيقترح اقتحام البنك من الباب الرئيسي عادي، وده يخلي الشرطة تحاصر البنك، وهنا هيدوهم بومبا ويطلعوا من الفتحة اللي هيفتحوها في أوضة الخزنة. وعلى ما يقتحموا البنك ويكتشفوا الموضوع هيكونوا خلعوا بالفلوس. ماريو عجبه الفكرة وبيقول يلا بينا. تاني يوم كلهم بيجهزوا لعملية السطو وبيتدربوا بالأسلحة. وبيجي يوم العملية وسيبستيان بيدخل من حفرة المجاري، وماريو وديبا بيتنكروا ويدخلوا من الباب الرئيسي، وفرناندو وألبرتو هم كمان بيتنكروا. بعد ما دخلوا بيستنوا اللحظة المناسبة. فجأة بيلبسوا الأقنعة وبيطلعوا أسلحتهم وطلبوا من الناس ينبطحوا، والناس من الخوف بتسمع الكلام ومفيش حد فيهم بيطلع حس. الأمن يشوفهم في الكاميرات يشغل الإنذار ويبلغ الشرطة. يروح واحد يقفل باب الجراج علشان محدش يقدر يدخل. فرناندو بيمسك رهينة وبيطلع بيها من الباب الرئيسي قدام ضباط الشرطة، ويمثل قدامهم إنهم خايف ومتوتر، ويدخل تاني علشان يبين قدام الشرطة إنهم مهزوزين وخايفين. بعد كده بيقفوا قدام الكاميرا وبيمسكوا الرهينة ويهددوا حارس الأمن إنه يطلع وإلا هيقتلوا الرهينة. وأول ما بيسلم نفسه بياخدوا منه تليفون وسلاح ويطلعوه للشرطة علشان مش عايزين دوشة، ويبينوا للشرطة إنهم مش عايزين يقتلوا حد. بعدين بيعطلوا كل الكاميرات اللي في البنك. في الوقت ده سيبستيان بيوصل للخزنة من النفق ويجيب الجهاز اللي هيفتحوا بيه الخزن بسهولة. نفهم إن سيبستيان هو اللي مصمم الجهاز وبيفتح الخزنة في 7 ثواني، وبالتالي هيقدروا يفتحوا أكبر عدد من الخزن في أقل وقت. بيبدأوا يفتحوا خزنة ورا التانية وياخدوا كل اللي فيها بسهولة. في الوقت ده بيجي اتصال لماريو على تليفون حارس الأمن اللي أخده منه. يفتح المكالمة ويكتشف إن الضابط المسؤول عن الحملة كان بيحاول يتفاوض معاه. المفاجأة إن العصابة كانت عاملة حسابها للموقف ده. بعد كده فرناندو بيدي ماريو كتاب علشان يتعلم إزاي يتفاوض مع الشرطة ويمطلهم ويكسب وقت. ماريو بيتكلم مع الضابط ميجان، بيوافق على طلبه وبينزل الضباط اللي فوق المبنى. ماريو بيبارك ست عجوزة وسط الرهائن بعيد ميلادها، وديبا بيجيب لها شوكولاتة كهدية. القناصة على المبنى المقابل بيشوفوا المشهد وبينقلوه للضابط ميجان اللي اتصدم وقال لنفسه دول شوية مجانين دول ولا ايه؟ ماريو بيقول للست هدية عيد ميلادك مني، اطلعي يلا من البنك. بعد شوية النائب العام وصل واتصل بماريو. ماريو اتجنن عليه وفضل يشتم فيه. قال له أنا اتحبست قبل كده بسببك وبسبب غبائك، هو أنا عشان غلبان في الدنيا يعني يا باشا تحبسني ظلم قبل كده؟ النائب العام قال له أنت مين يا ابني، حبستك إزاي؟ ماريو بيديله الرقم، وبعد شوية الموبايل بيرن. بيغير نبرة صوته ويرد عليهم إنه المحامي ويمطلهم ويكسب وقت على ما زمايله يقشطوا كل اللي في الخزنة. بيقول لهم قدامي نص ساعة وهبقى قدام البنك في الناحية التانية. فرناندو بيحمد ربنا على اللي
سرقوا ويقول لسبستيان مش عايزين نطمع أكتر من كده. بيجمعوا كل الحاجات اللي سرقوها ويباعوها من الفتحة اللي في الجدار علشان يخلعوا. في الوقت ده بدأوا يطلعوا واحد ورا التاني من الفتحة في الجدار، بيطلعوا أكياس الفلوس والذهب اللي سرقوها. فرناندو بيجمع كل الأسلحة اللي معاهم ويتركها لضباط الشرطة، وماريو كان باقي بيطلب من كل الرهائن ينبطحوا وما يتحركوش. بعدين بيدي السلاح اللي معاه لفرناندو ويخلع هو كمان. بعد شوية الرهائن بيحسوا إن البنك هادي جدا وبيفهموا إن العصابة هربت، وكل واحد فيهم بيجري على موبايله علشان يطمن أهله. الضابط ميجان بيتكلم مع رئيس القوات ويقول له في مجاري تحت البنك، لازم ننزل نستنى تحت. لكن رئيس القوات رفض وقال له مش هخاطر برجالتي. أثناء ما كانوا بيتكلموا بيلاقوا قرايب الرهائن بيجيلهم اتصال من الرهائن، وهنا بيقرروا إنهم يقتحموا البنك. فعلا الشرطة بتقتحم البنك، وماريو وفرناندو بينظفوا الأوضة علشان ما يسيبوش أثر، وبيعوه من الفتحة ويحطوا المكتب قدام الفتحة علشان الشرطة ما تشوفش الفتحة على طول ويكسبوا وقت. لما بينزلوا بيلاقوا كل حاجة جاهزة، بيركبوا المركب وبيسحبوا الفلوس وبيخلعوا. كانوا حاطين سد وراهم علشان يعطلوا الشرطة، والمراكب ساعدتهم لأنهم مش هيقدروا يمشوا بالفلوس في المية. بعد شوية الضابط ميجان بيدخل للخزنة، وكان شاكك إن الأوضة فيها حاجة لأنه شكلها نظيف زيادة عن اللزوم. أول ما بيحرك المكتب بيتفاجئ بالفتحة، بس متعلق فيها قنبلة والفتيل مربوط بحبل، يعني اللي يفكر يعدي هيتفرتك 100 حتة. العصابة بتدفع بأكبر قوة عندهم وبعدوا خالص عن البنك. في الوقت ده الضابط بيتصدم، والجنود بيبلغوا إن الأسلحة اللي اقتحموا بيها البنك أسلحة لعبة، فبيفهم إن القنبلة قدامه دي لعبة كمان. بيشيل القنبلة وينزل وراهم من الفتحة، لكن العصابة كانت قطعت مسافة بعيدة ووصلوا لمكان البلاعة اللي خوان مستنيهم فوقها. فبيفتح خوان البلاعة ويطلعهم واحد ورا الآخر ويطلع الفلوس. بعد ما نفذوا المهمة بكل شياكة بيتحركوا بالعربية ومعاهم كل الفلوس، والضابط واقف في البلاعة مش مصدق إنهم سرقوا أكتر من 20 مليون دولار بأسلحة لعبة. بعد كده الضابط بيقرأ الرسالة اللي فرناندو سايبها له، بيقول له فيها إن الأحياء الشعبية والأماكن الفقيرة اللي عايشين فيها مفيش غير الفلوس هي اللي بتسندك. في الناحية التانية العصابة بتتجمع في المخبأ بتاعها، وكان قدامهم فلوس وذهب ومجوهرات مش قادرين يعدوهم من كميتهم الكبيرة، وكانوا قاعدين باصين للفلوس ومش مصدقين نفسهم لدرجة إنهم بيسقفوا لنفسهم على اللي عملوه. بعد كده بدأوا يعدوا الفلوس علشان يقسموها عليهم بالتساوي، وبيولعوا في العربية اللي هربوا فيها علشان يمحوا أي دليل ضدهم. بتعدي الأيام وكل واحد فيهم بيستمتع بفلوسه مع أسرته، زي ألبرتو اللي بيشتري عربية جديدة لمراته طبعا لأنها على علم بموضوع السرقة، وسيبستيان اللي بيجيب ألعاب كتيرة لابنه ويستثمر من مستقبله. أما ماريو فكان بيجيب هدايا حلوة لبنته علشان يصالحها وتتحسن علاقتهم ويرجعوا سمنة على العسل. بس زي ما انتوا عارفين الحلو ما بيكملش. مرات ألبرتو بتقفشه وهو بيخونها، فضربته وقالت له ده أنا هطين عيشتك. تخيل هتعمل إيه؟ راحت تبلغ عنه في اسم الشرطة علشان تنتقم منه، وقالت للضابط إن جوزها هو اللي سرق البنك، وفعلا الشرطة قبضت عليه. بعد كده بيقتحموا البيت بتاعه وبيلاقوا نص نصيبه من الفلوس اللي سرقها. بعدين الشرطة بدأت تعرف أعضاء العصابة وقبضت عليهم واحد ورا التاني. أول حاجة قبضوا على خوان السواق، وبعدها بيقتحموا بيت سيبستيان وبيقبضوا عليه قدام زوجته وابنه. أثناء ما ماريو كان بيقضي وقت جميل مع بنته سمع صوت صفارة الشرطة، وملامح وشه بدأت تتغير وقلبه كاد يقف من الخضة. بيطلع يبص من البلكونة بيلاقي الشرطة محاوطة المكان وهيقبضوا عليه، فبياخد بنته ويدخلها أوضة ويقفل عليها علشان ما تشوفوش في موقف زي ده. بعد كده الضباط بيقتحموا البيت وبيقبضوا عليه، وبرضه قبضوا على بنته. ولما عرفوا إن بنته بريئة وملهاش دعوة بالموضوع أطلقوا سراحها وسابوها في الناحية التانية. نيجي بقى نشوف فرناندو راس الأفعان، وبيكون عارف إن العصابة اتقبض عليها، وكان مخيم عند الحدود أصلا وبيفكر إنه يهرب من البلد. أثناء ما كان بيحاول يهرب من سوق حظه بيوصل 2 من ضباط الشرطة لمكانه، ولما بيفتشوه
بيلاقوا الفلوس اللي سرقها فبيقبضوا عليه. بعد 1 و7 شهور فرناندو بيطلع من السجن، بيلاقي ماريو مستنيه، بياخده ويمشوا سوا.